ازيكم يا اخواتي؟ مجهز لكم النهارده الجزء الاول والتاني من حكايه لينج الاسطوريه، القصه التي لم يختلف عليها اتنين، حاجه كده من الاخر عظمه العظمه. فكل اللي عليك تعمله انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتقدر تعبنا وموجودنا بلايك، وتنورنا باشتراكك في القناه، واستعد معايا للعظمه، ويلا بينا نبدا حكايه. هو لينج جين شاب تخين وفاشل، دايما صحابه بيضربوه وبيتنمروا عليه من ساعة ما عرفوا انه اوتاكو وبيحب متابعة الانمي والمانهوا، وعشان كده قرر انه يجتهد ويذاكر طول اليوم ليل ونهار، لانه كان بيعتقد ان بعد مذاكرته دي هيجيب درجات عالية في الامتحانات، وبكده هيقدر انه يشتغل شغلانة كويسة وهيكون غني وعنده فلوس كتير. ولكن كل احلامه بتذهب مهب بالريح لما بيلاقي درجاته كلها زي الطين، بالرغم من اجتهاده الكبير في المذاكرة. وده اللي خلاه يبدأ انه يحبط ويفكر في كلام زمايله ليه بانه مجرد اوتاكو تخين وفاشل وملوش اي 60 لازمة. وفعلا بيبدأ انه يصدق كلامه، وبنشوفه بعد ما بيتخرج من كليته بيتنيه يدور على شغل، لحد ما بيقابل شخص بيوزع ورق في الطريق بالصدفة، وبيكون إعلان عن شغل في الجيم بتاعه. فلما لينج بيقرأ اللي موجود في الورقة فبيلاقي إن شغلته هتكون إنه هيعلم الناس السباحة ويتدرب معاهم على الملاكمة. وطبعا بطلنا ما بيضيعش الفرصة دي وبيوافق على طول، ولكن الأمور طلعت مش زي ما كان يتوقع يا صاحبي، لأن برضه بينتهي بيه الحال إنه بينضرب وبيتم التنمر عليه من الملاكمين اللي موجودين معاه في الجيم، لأن شغلته بتكون بالظبط زيه زي كيس الملاكمة، بيتم التدرب عليه لحد ما الملاكمين يزهقوا ويتعبوا. وبنشوفه في نهاية اليوم لما بيخلص شغله فضل يبكي ويتحسر على نفسه، وهو عمال بيسأل نفسه ليه كل الناس بيتنمروا عليه وبيضربوه في أي مكان بيروح. وهنا بيجي مديره في الشغل من وراه وبيعرف لينج انه محتاج مساعدته في كتابة تقرير الشغل بتاعه للشهر ده. وهنا بيقرر لينج انه يواجهه، فبيعرفه انه المفروض انه شغله يعلم الناس السباحة والملاكمة مش كتابة التقارير للآخرين. وطبعا الكلام ده ما بيعجبش رئيسه، وبدأ انه يستعرض عضلاته قدام لينج كصيغة تهديد وكده، وبدأ يبص له بنظرة مرعبة ويقول له ها بقى كنت بتقول ايه عشان ما كنت سامع كويس. وفعلا بيخاف لينج انه يتعرض للضرب مرة تانية، وبيعرف رئيسه انه كان بيقول انه يكتب له التقارير ويبعتها له في اسرع وقت. وبيفتكر بطلنا ان الموضوع خلص لحد هنا، ولكن لما بيبص وراه بيلاقي كل اللي شغالين معاه في الجيم بيطلبوا منه انه يكتب لهم تقارير شغلهم هم كمان. وهنا لينج بيجيب اخره وبيكون على وشك انه ينفجر فيهم كله، ولكن بيمسك نفسه في اخر لحظه لان ده الحل الوحيد اللي قدامه عشان ما ينضربش تاني. وبعرفهم انه عامل لهم كل التقارير اللي هم عايزينها. وبعد كده الدنيا بتليل وبنشوف صاحبنا لينج لسه في الجيم بيخلص تقارير زمايله، وكلهم خلاص روحوا بيوتهم، وعمال بيعيط على حاله بسبب شخصيته الضعيفة، وانه ما بيقدرش يرفض لحد طلب ويقول لا. اوعى تبقى زي لينجا يا صاحبي وتعود تقول لا لاي حد بيجي عليك وعايز يشيلك فوق طاقتك، وفي الاخر ما بتتشكرش بل اللوم كله بيقع فوقك لو حاجه غلط حصلت. وبنرجع تاني لبطلنا وبنشوفه فجاه بيحس بالم شديد جدا وكانه قلبه هيقف، وبيفتكر كلام الدكتور بتاعه ليه لما قال له انه تخين جدا وفي اي وقت ممكن سمنته المفرطه تسبب له نوبه قلبيه، ولازم يخسر شويه من وزنه لانها هتكون السبب في موته في يوم من الايام. بس مفيش فايده من الكلام ده كله دلوقتي لان بطلنا بيكون خلاص على شفاه الموت، وبيعافر عشان يوصل لتليفونه واتصل بالإسعاف. وفعلا بيقدر إنه يوصل له، ولكن لسخرية القدر بيعرف لينج الفاشل إنه معهوش رصيد ونسي يجدد رصيده. وهنا بيدرك لينج إنه كده كده ميت لا محالة، وبيستسلم لمصيره المحتوم. ولكن بترجع له طاقته تاني لما بيفتكر إن في حاجة مهمة لازم إنه يعملها قبل ما يموت، وبتشجعه بيقرر إنه يمسح كل الملفات والتقارير اللي عملها لزمايله في الشغل، وبنشوفه بيرسل ملف مختلف خالص لرئيسه. وهنا بيفرح لينج لأنه قدر يتغلب على خوفه قبل ما يموت، وبيغمض عينيه وهو مرتاح البال. وعلى الجانب الآخر بيستغرب رئيسه ازاي لينج قدر انه يخلص كل التقارير بالسرعة دي، ولكن ما بيهتمش كتير طالما لينج عمله. وده لحد اليوم اللي رئيس بطلنا خد كل تقاريره وتقارير زمايله اللي لينج بعتها له عشان يعرضوا على مدير صاحب الجيم، ولكن كلهم بيتفاجئوا من اللي بيتعرض قدامهم. وده لأن لينج مسح كل الملفات والتقارير الأصلية اللي عملها وبعت لهم ملف مش كويس كده بلس ألف يعني. وده اللي بيخلي صاحب الجيم يترك كل اللي شغالين عنده في الجيم، وده بيكون انتقام لينج منهم كلهم. ولكن بنرجع تاني عشان نشوف ايه اللي حصل مع بطلنا لينج اللي بيلاقي نفسه ما ماتش وانتقل لعالم تاني. ومش بس كده بل بيلاقي نفسه اتولد كابن الملك الشياطين. وبنشوف بعد مرور 20,000 سنة في قرية كيوجو بالظبط في الجبل الخلفي منها بنت ماسكة في ايد شاب واللي هو بطلنا لينج، والبنت دي بيكون اسمها فوكسي من عشيرة الثعالب ذو الدول التسعة. وبتسأل لينج هو ليه لسه عايش على الجبل ده بالرغم من انهم اتفقوا سوا انهم هينزلوا من عليه عشان يستكشفوا العالم الخارجي. فبقول لها لينج اللي بيكون شايل صخرة ضخمة بإيد واحدة والظاهر إن قوته بقت كبيرة جدا إن هو نسي وفضل يتدرب على الجبل ده لمدة 20,000 سنة ولسه مش مستعد إنه ينزل من عليه دلوقتي بسبب إن هو يدوب أقوى من البشر العاديين بحاجة بسيطة جدا. وده اللي بيصدم فوكسي، إزاي أقوى من البشر بحاجة بسيطة وهو دلوقتي شايل جبل عمال يتدرب بيه كأنه ولا حاجة. وبيرمي لينج الجبل اللي كان شايله بعد ما انتهى من تدريبه ويقدر إنه يرفعه 10,000 مرة.
وبيعرفنا لينج ان هو اتجسد في الجسم ده وطلع ان هو ابن ملك الشياطين، وبسبب انه اصبح من الطائفه الشيطانيه فجميع بقيه الطوائف والبشر بيكرهوهم كره العمى، وده اللي خلاه مستخبي على الجبل ده كل الفتره دي. وبيعرفنا بعد كده ان لولا وجود فوكسي معاه طوال 20,000 سنه اللي فاتوا دول كان زمانه مات من الملل او اتجنن من كتر الوحده، وبيفهمنا ان بسبب حياته اللي كان عايشها في العالم بتاعه السابق من تعرضه لتنمر واذلال، فهو ما كانش عايز انه يكون تخين مره تانية، عشان كده كان بيتدرب في كل وقت واي مكان من مقاتله وحوش ورفع اوزان وحيوانات والخ. وبيقول مع نفسه انه بالرغم من كده ان انا شخص ضعيف جدا وما عنديش اي طاقه روحيه او جذور روحيه، وبالتالي ما اقدرش اواجه الاشخاص الاقوياء. وبنفهم ان بطلنا لسه برضه مش واثق في نفسه او قدراته لسه. ومره واحده بيظهر قدامهم وحش افعى عملاقه اثناء ما بطلنا لسه منشغل بتفكيره بقد ايه هو ضعيف جدا، وبتهجم عليه الافعى العملاقه دي بكل قوتها، لكن لينج بيتصدى لها بضربه بسيطه على حسب ما بيقول. ولكن على عكس كلامه بنشوف الضربه البسيطه دي قدرت تقضي على الافعى دي وخلته يهزمها بكل سهوله، ولكن بيكون لسه متضايق لأنه انتقل لعالم تاني وما عندوش أي قدرات سحرية ولا الحاجات اللي كان متعود إنه يقرأها في القصص والمنهج بتاعته. بس بعد كده بيقول لفوكسي إن أكيد الأفعى دي لذيذة جدا ولازم ندوقها. وبالنسبة لفوكسي فهي كانت أكتر واحدة متأكدة قد إيه لينج قوي جدا، خصوصا إنه قدر دلوقتي يهزم أفعى قوية زي دي بضربة واحدة بس الغبي ده هو اللي مستخف بقدراته ومفكر نفسه ضعيف لسه. وأثناء ما كان لينج بيقطع في الأفعى العملاقة عشان يطبخوها بيظهر قدامهم شخص طاير في السما بالسيف بتاعه وبيزعق للينج انه سرق الفريسة بتاعته. لا وكمان بتحاولوا انكم تاكلوها. والشخص ده بيكون اسمه شينو احد المعلمين في اكاديمية المقاتلين، وبيصرخ على لينج وبيسأله لو هو فعلا فرد من طائفة الشياطين. ولينج في الاول ما بيردش عليه، بس بعدين شخصيته الضعيفة بتظهر وبيفضل يقول له انه ما عملش كده ومش هو الشخص اللي قتل الافعى. ولكن في النهاية بيعترف لينج للمعلم شينو ان هو اللي قتله، وبيفضل يتأسف له ويعتذر له عشان يسامحه. وهنا بيتغر المعلم شينو وبيقول ان البنت ديت مجرد فرد في عشيرة التعالي، والولد ده شكله مجرد فاشل ومعندوش اي جذور روحية وبالتالي ضعيف جدا. عشان كده بيعرف بطلنا انه ما عادش في وقت للكلام ومن الاحسن يوريه قوته عشان يعرفوا مين هو الاقوى هنا. وبنشوفه بينط في السما مرة واحدة وبيرمي السيف بتاعه على لينج، بس بيتفاجئ لما بيلاقي لينج مسك السيف بكل سهولة وبيكون مصدوم ازاي مجرد شخص فاشل ما عندوش اي جذور روحية يقدر يمسك سيف الخارق بالسهولة دي. وهنا لينج العبيط بيعتذر له وبيقول له انه عارف ان هو كان عايز يموته بس هو اسف لانه صد ضربته ومسك السيف. وبيحاول مدرب شينو ما يقنعش نفسه ان لينج قوي جدا وبيدور على اعذار عشان ما يبينش نفسه ضعيف قدامهم. وعشان كده بيقول لفوكسي انها كده استعملت حيلة معينة او مهارة خاصة عشان تساعد لينج في صد السيف القوي. ولكن بترد عليه فوكسي بكل برود بينما هو بيكلمها بكل ثقة ان بس لو كان في نيتها انها تعمل له اي حاجة كانت لمسته بايديها بس هو كان هيتبخر وهيموت على طول. وده اللي بيعصب المعلم شينو جدا وبيهجم عليهم بسيفين كمان. ولكن برضه لينج بيصد التلات سيوف بتوعه بكل سهولة أثناء ما المدرب شينو بيقع على الأرض وبيتصدم مرة تانية وبيقول أكيد ده مش حقيقي، إزاي الواد الضعيف اللي بدون أي جذور روحية مسك السيوف دي. وبنشوف إن لينج بيرجع يعتذر له تاني ويقول له إنه عارف إنه كان عايز يموته مرة تانية بس هو آسف عشان مسك السيوف بتاعته. وهنا المدرب شينو بيجيب آخره منه وبيستخدم عليه تقنية السيوف بتاعته اللانهائية وبيقول للينج وريني بقى، من المستحيل تقدر تصد كل السيوف دي. وبالفعل بنشوف إن عدد السيوف كبير جدا متجه ناحية لينج، لكن برضه لينج بيقدر يواكب كل السيوف دي وبيقدر يمسكهم كلهم بسرعة البرق. وبعد كده بيعتذر المدرب شينو إنه خايب ظنه ومسك كل السيوف دي بالرغم من إنه كان لازم يموت زي ما هو عايز. وعلى الجانب التاني بتكون فوكس جنبه مبهورة بلينج وبتعتقد إن لينج بيتريق على المدرب شينو. وهنا بيدرك المدرب شينو أخيرا إن لينج قوي والتعامل معاه يكون صعب جدا، وعشان كده بيقوم من مكانه ويبدأ هو إنه يعتذر للينج لأنه أدرك مدى قوته وخايف إنه يضربه، وبيطلب منه يديله السوق بتاعته وهو يغادر على طول لأنه مش عايز أي مشاكل. وفعلا لينج بيرميله كل السيوف بتاعته، ولكن بنشوف ان السيوف دي بتعدي من جنب دماغ المعلم شينو بسرعة الصاروخ وبقوة أسطورية لدرجة ان قوة الرمية بتفجر كل المكان اللي ورا المعلم شينو. وطبعا لينج ما كانش بيوصل كده وكان قصده بس يرجع له سيوف، وده في حين ان المدرب كان مرعوب ومصدوم من اللي حصل لان لو كانت سيوف لمسته كان زمانه اتمحى من الوجود. وفي النهاية بيقرر لينج انه يغادر هو وصديقته عشان يلحقوا يطبخوا الافعى العملاقة. ولكن وهم ماشيين بتتضايق فوكسي وبتبص لشينو بنظرة مرعبة وبتقول له وهي متعصبة جدا ان هو لو قال لاي حد على اللي شافه النهارده فهي هتخلص عليه. وبقول لها المعلم شينو لا طبعا مش هعرف اي حد. وبعد كده بتغادر فوكسي هي ولينج. وبعد ما بيغادروا على طول بيفكر المدرب شينو مع نفسه وبيقول ان عمره ما سمع ان في اشخاص اقوياء جدا كده بيعيشوا على الجبل. ولكن بنشوفه بيبتسم ابتسامة خبيثة وشكله ناوي على حاجة معينة يا صديقي، وبيقول لنا انه هيعرف مدير اكاديمية المقاتلين ان لسه في شخص عايش من طائفة الشياطين واكيد هيفرح جدا، وبيبدأ انه يضحك بكل شر. واثناء ما فوكس ولينج كانوا ماشيين بتعرف فوكس لينج انه قدر يهزم متدرب من اكاديمية المقاتلين بكل سهولة، وده معناه انك شخص قوي جدا
ولكن لينج بيفضل مصر انه مش قوي خالص، وما تنسيش ان ما عنديش اي طاقة روحية. والمعنى الوحيد للي حصل من شوية ان الراجل اللي هم قابلوه اللي هو المدرب شينو كان بيتساهل معاه مش اكتر، ويفضل يقول لها انه قد ايه هو شخص ضعيف جدا وما عندوش اي جذور او طاقة روحية او اي حاجة. عشان كده هو بيتدرب كتير جدا عشان على الاقل يزود قوته الجسدية، وطبعا ما يكونش تخين مرة تانية. وهنا بتتضايق فوكسي لانه جاهل بمقدار قوته وما يعرفش قد ايه هو قوي جدا، وعشان كده هي بتحبه لانه مش متكبر بالرغم من قوته الاسطورية دي. وبعد مرور فترة في الجبال الخلفية بيوصلوا هما الاتنين لمدخل الطائفة الشيطانية، واللي أول ما بيدخلوا بيلاقوا مقاتلين الطائفة الشيطانية اللي بيقولوا لهم من يجرؤ على دخول المنطقة المحظورة الخاصة بالطائفة الشيطانية، وطبعا بصوت مرعب. فبيتكلم لينج وبيعرفهم إنه النهاردة جاب لهم أفعى ضخمة مشوية، إنما إيه هياكلوا صوابعهم وراها. وأول ما بيعرفوا إنه لينج بيتحولوا لشكلهم الطبيعي وبيفرحوا جدا، وفعلا بيديهم لينج الأكل وبيقول في نفسه إن شكلهم ما وحش، إنهم أشخاص طيبين، بس هيفضلوا برضه الأشخاص اللي ربوه يهتموا بيه. وحتى لو كل الناس بيكرهوهم هيفضل ممتن ليهم وبيحبهم. وبيظهر ملك الشياطين وكان زعلان من لينج جدا لأنه ما شافش ابنه النهارده لمدة 3 ساعات، وبيسأل لينج لو كان أصلا بيعتبره أبوه. ولينج بيحاول يصالحه ويهديه ويقول له أنت عارف إني كنت بدور على أكل، ده غير إني بغسل وبطبخ وبعمل كل حاجة، عشان كده اتأخرت عليك. ما تكبرش الموضوع وتنكد علينا، دول 3 ساعات مش أكتر، مش حاجة يعني. فبيتكلم ملك الشياطين وبيقول للينج أنت عارف كويس إننا ما بنقدرش نخرج من السجن والختم بتاعنا ده. وبيسأله لو كانت البنت فوكس ديت فتحت معاه موضوع إنهم ينزلوا من على الجبل ويستكشفوا العالم الخارجي مرة تانية. فبقول له لينج إن الموضوع ملوش علاقة بفوكسي، وإن كده كده في يوم من الأيام هنزل من على الجبل. فبيتعصب ملك الشياطين أول ما بيسمع الكلام ده من لينج، وبيعرفه إن البشر هم الشياطين الحقيقيين وهم الأكثر شرا في العالم بتاعهم، وناس خبيثة جدا بيفكروا في نفسهم قبل غيرهم، وممكن يبيعوا أعز الناس ليهم طالما ده هيوصلهم للي هم عايزينه. وبيبص بعد كده اللينج وبيعرفه إن هو ابنه الوحيد، عشان كده هو مش عايز يخسره. بس هنا كان لينج اتعصب وجاب آخره خلاص، وبيعرف ملك الشياطين إن هو فضل يقول له الكلام ده على مدار 20,000 سنة اللي فاتوا. واستغرب ملك الشياطين لأن برضه على مدار 20,000 سنة اللي مروا عمر ما لينج انفعل عليه كده. وبيكمل لينج كلامه وبيعرفهم إنه خلاص ما عادش مهتم بأي حاجة، مش مهتم بقى البشر يطردوه يموتوه مش فارقة، واللي عايزه دلوقتي إنه ينزل من على الجبل ده لأنه ما عادش عايز يعيش هنا أكتر من كده وعايز يستكشف العالم. وهنا بيتدخل الشياطين وبيعرفوه قد إيه هو غبي، هو يدوب معاش على الجبل غير 20,000 سنة بس، ومن الأحسن ليه إنه يعيش عليه 20,000 سنة كمان يدوب تلحق تتدرب وتزود قوتك، لأنك من المستحيل تهزم المقاتلين اللي بيستخدموا طاقتهم الداخلية. فبتتدخل فوكس وبتقاطعهم وبتعرفهم إنهم من شوية لسه مقابلين مدرب من أكاديمية المقاتلين، ولينج قدر يهزمه بلكمة واحدة بس. وده اللي خلى ملك الشياطين بيفكر وبيقول هو ممكن فعلا يكون لينج بقى قوي. بس بعد كده بيقول للينج إنه حتى لو كان هزمه فهو لسه ما بيمتلكش طاقة روحية. وبيسأل ملك الشياطين لينج أثناء ما هو متوتر من كلامه هيعمل إيه لو واجه مقاتلين أقوى من الشخص اللي هو لسه مواجهه. وبيعرف لينج إنه ما اختارش بنفسه عشان بس هزم مقاتل ويعتقد إنه الأقوى في العالم. والكلام ده بيعصب لينج جدا وبيقول إن هو مش عايز يكون الأقوى في العالم، إنه بس عايز يوصل لمرحلة وطريقة يمتلك فيها طاقة داخلية عشان يقدر يكسر الختم اللي بيسجن كل عيلته ويحررهم منه. وبتصدم ملك الشياطين ازاي لينج عارف انهم محتاجين طاقة داخلية عشان يقدروا يكسروا الختم ويخرجوا من هنا، وعشان كده بيتعصب على بقية الشياطين لان اكيد حد فيهم هو اللي قال لينج على الموضوع ده. المهم بعد كده لينج بيقول لملك الشياطين ان هو على الرغم من انه محبوس جوه السجن ده بقاله 20,000 سنة لان ملك الشياطين دوما كان بيحاول يحمي لينج. عشان كده لينج بيعرفه بما انه كبر خلاص فواجب عليه انه يشيل مسؤولية عيلته وعلى الاقل يحاول انه يحررها. بس كان لسه ملك الشياطين خايف ان حد ممكن يكتشف ان لينج شيطان ويخلص عليه، لحد ما بتيجي فوكسي وبتعرفهم انها اكتشفت حاجه في لينج، وبتقول لهم بما ان لينج ما اختلطش مع الشياطين وما استخدمش التقنيات الشيطانيه فجسمه مش بينبعث منه الطاقه الشيطانيه، عشان كده محدش هيكتشف انه شيطان الا طبعا لو هو اللي اعترف بكده. بس ملك الشياطين بيعرفهم حتى ولو ان لينج لو قوته زادت وقدر يفعل طاقته الروحيه فبالتالي هتظهر قوته الشيطانيه، وهنا هيكتشفوا ان هو شيطان وهيخلصوا عليه، وعشان كده هو مش موافق. بس لينج بيغادر المكان وبيعرف ملك الشياطين ان هو خلاص اتخذ قراره وهيغادر كمان شويه، وانه كان جاي اصلا عشان يودعه. ولما ملك الشياطين بيدرك خلاص ان الوقت فات مش هيقدر يغير رأي لينج بينده على لينج وبيرميله سلسلة. ولما لينج بيسأله هي ايه السلسلة دي بيعرفه ملك الشياطين ان في اكاديمية اسمها شونتيان. الاكاديمية ديت هتعمل امتحان كمان كام يوم، وبما انك مصر جدا تشوف العالم الخارجي فبينصحوا ملك الشياطين انه يدخل الاكاديمية دي لان اكاديمية شونتيان دي واحدة من احسن اكاديميات المقاتلين، ولو قدرت انك تتخرج منها فالمفروض على الاقل توصل لمستوى المقاتل الذهبي. ويبداوا يتخيلوا كلهم لو لينج اتخرج من الاكاديمية ديت قد ايه هيكون قوي وساعتها هيقدر يكسر الختم بتاعها. بس بتقاطع احلامهم فوكس وهي بتسال ملك الشياطين مش من المفروض بما ان لينج شيطان يبتعد عن الاكاديميه اللي بتدرب مقاتليها عشان يقتلوا الشياطين ويخلصوا عليهم،
وهنا ملك الشياطين بيقول لها ان دوت السبب الاكبر اللي يخلي لينج يروح لهناك، لان مفيش اي حد يتوقع ان الشيطان يدخل اكاديميه بتدرب مقاتليه عشان يدمروا الشياطين، وده اللي هيخلي نسبه الناس اللي هتشك في لينج هتكون اقل بكتير جدا. وبيفهم لينج ان الاكاديميه دي مشهوره بالتخصصات المتعدده زي التكنولوجيا والسحر والخيمياء الى اخره، يعني اختار اللي عايز تتدرب عليه وعيش. وخلاص بيكون لينج عقد العزم انه يدخل اكاديميه شونتيان، الاكاديميه المسؤوله عن تدريب مقاتليها للتخلص من الشياطين، اللي بطلنا لينج واحد منهم. وبعد كده بنشوف لينج وهو بيجهز أغراضه، واللي أغراضه دي بتكون عبارة عن معدات التدريب بتاعته وأوزان بتوصل ل20,000 طن، وحب الجبال كده والأشجار اللي كان بيتدرب بقى على طول. وبنشوف فوكسي وهي بتسأل ملك الشياطين سؤال منطقي شوية، وبتقول له أنت محبوس هنا بقالك 20,000 سنة، فإزاي قدرت تجيب سلسلة دخول امتحان أكاديمية شونتيان؟ فبيقول لها ملك الشياطين ما تشغليش بالك، وإن عنده طرقه الخاصة، وبيغير الموضوع على طول وبيعرفها إنه دلوقتي ما عادش يقدر إنه يحمي لينك. وبما إن لينج مصمم على النزول من الجبل، فإرساله لأكاديمية شونتيان هي أكتر حاجة منطقية أفكر فيها، وده طبعا بيكون من وجهة نظره. وبيعرف فوكسي إن لينج بيمتلك سر في جسمه وخطر جدا لو حد اكتشفه، ومن دلوقتي هي المسؤولة عن حمايته. بس بتقاطع فوكسي كلام ملك الشياطين وبتقول له إنها فاهمة كل حاجة، بس عندها سؤال. يعني انتوا كلكم مسجونين، وأنا ولينج هنغادر الجبل دلوقتي، فمين كده اللي هيجيب لكم أكل؟ بصراحة سؤال منطقي. فبيستغربوا كلهم لما بيستوعبوا اللي هيحصل وإنهم مش هياكلوا تاني. وعشان كده ملك الشياطين بيعرفهم إنهم ياكلوا الأفعى العملاقة ببطء ويستمتعوا بيها، لأنها ممكن تكون آخر وجبة ليهم لحد ما لينج يرجع لنا إن شاء الله. وبتيجي فوكس عشان تغادر عشان تلحق لينج، فبينادي عليها ملك الشياطين قبل ما تمشي. فبتقول له فوكسي أنت هتطلب مني إن أنا أجيب لك أكل مرة تانية؟ فينسى الموضوع ده لأنها مش هتروح تجيب أكل تاني. بس هو بيكلمها في موضوع مهم جدا وبيعرفها إن العالم على وشك إنه يتدمر كله، فلازم تساعد لينج بقدر الإمكان عشان يقدر إنه يزود قوته، وإلا هيكون مصيرهم كلهم الموت والهلاك. وبينتقل بينا المشهد على أكاديمية شوتيان، وبنشوف في الأكاديمية جماعة الطلاب بيجهزوا عشان يدخلوا الاختبار، بس كلهم بيتفاجئوا وبتصدموا لما بيشوفوا الأمتعة والأغراض بتاعة بطلنا لينج. أما بالنسبة للينج فبيكون متوتر جدا وبيقول في نفسه يا رب ما يكون في حد ملاحظه، يا ابني ده المدرسة كلها بتبص عليك. وبنشوف واحد من الحرس بتوع البوابة اللي بيعرف كل الموجودين اللي عايزين يدخلوا امتحان أكاديمية شوتيان إنهم يحطوا إيديهم والرموز بتاعتهم جوه الأسد ده، وده اللي هيحدد إذا كانت الرموز بتاعتهم حقيقية ولا مزيفة، وبالتالي هتسمح لهم بالدخول للامتحان. وبنشوف إن الدور بيجي على أحد الطلاب اللي بيجي عشان يحط الرمز بتاعه جوه فم الأسد، وبنشوف إن الأسد ما بيديش أي ردة فعل، ولكن بيخرج لون أبيض من الجرز اللي موجود حوالين رقبته. فبيعرفهم الحارس إن كده الرمز حقيقي ومفهوش أي مشكلة، وبيندى على الشخص اللي بعته. وفي الأثناء دي بيكون لينج متوتر جدا لأنه خايف لحد يكتشف إنه شيطان، ولكن بيحاول إنه يهدى وبيفكر نفسه إنه كده كده متدربش على أي أساليب شيطانية قبل كده، فمش هينبعث منه أي طاقة شيطانية. لحد ما بيقطع تفكيره صوت صراخ أحد اللي موجودين، فبيبص كل الطلاب على الشخص اللي بيصرخ ده، فبيلاقي إنه طالب منهم من الطائفة الشيطانية حط رمز حقيقي، ولكن برضه الأسد قدر إنه يكتشف إنه شيطان. فبيجي وقت تخين كده بيعرفنا إن الأسد ده مصنوع من مواد سحرية قوية جدا، ولو اكتشف وجود أي شيطان في المكان فهو هيعض إيديه ومش هيسيبها أبدا. وطبعا الكلام ده كان راعي بطلنا لينج وراه، وكان خلاص هيموت من كتر الخوف. واللي بيزيد الأمور سوء لما بيحاول الشيطان ده إنه يدافع عن نفسه. حارس البوابة بيأمر بقية الحرس إنهم ياخدوا الشيطان ده ويقطعوه لحد الموت ويتخلصوا منه. وبعد المعجنة اللي حصلت دي بنشوف إن الدور خلاص بيوصل على بطلنا لينك، وبيأمروا الحارس إنه يحط الرمز بتاعه بسرعة، ودوت لأننا بنحس إن الحارس أصلا شاكك فيه بسبب لأنه شايل حقيبة عملاقة جدا. بنشوف إن لينج بيمسك الرمز اللي أبوه اداهوله وبيتجه عشان يحطه جوه فم الأسد، ولكن طبعا بيكون خايف ويموت من الرعب حرفيا، لدرجة إنه من كتر خوفه وتوتره عمل زلزال في المكان بسبب حركات رجله بس الناتجة عن الخوف. ولكن في النهاية ما بيكونش قدامه حل غير إنه يحط الرمز في فم الأسد، وفعلا بيعمل كده. وبنشوف إن الأسد بينور باللون الأبيض، والحارس بيعرف لينك إنه يقدر يدخل عادي، وده اللي خلى بطلنا لينك إنه يرتاح ويطمن أخيرا. ولكن مش لوقت كبير يا صاحبي، لأن بنشوف إن الأسد بيكتشف إن بطلنا لينك شيطان، وبتبدأ عينه تحمر وبيعض إيد لينك بكل قوة، بس بيبان إن لينك مش فاهم أي حاجة ولا عارف اللي بيحصل ده. ولما بيحاول إنه يسحب إيده شوية عشان محدش ياخد باله من أي حاجة، التمثال الأسدي بيتكسر وبيتدمر كله. فأثناء ما كان الحارس مصدوم من اللي هو شايفه وعمال يبص للينك، ولينك كمان بص له وهو مصدوم ومش عارف يعمل إيه، وبيبدأ زي العبيط إنه يلم التمثال المتكسر وبيقول له ما تقلقش ما تقلقش أنا هعرف أصلحه. والحارس ما بيسيبش لينك يكمل كلامه وبيتعصب عليه، وبيعرف الحراس إن دوت شيطان ولازم يقبضوا عليه بسرعة. فبيقول له لينج إن الرمز اللي هو حاطه جوه بق الأسد دلوقتي اتثبت إنه حقيقي، فليه هيسجنه؟ فبيعرف رئيس الحراس إن الأسد الحجري بيقبض على أي شخص بيمتلك طاقة شيطانية، فبالتالي أنت شيطان مش محتاجة طاقة يعني. وهنا بيكون لينج مش عارف يرد عليه ويقول له إيه، وبيكون مستغرب لأنه ما اتدربش قبل كده على الهالة الشيطانية والمفروض ما بيمتلكش أي شيء منها. بس لما بيراجع نفسه بيفهم إن أكيد بما إن الرمز دوت كان مع أبوه لفترة طويلة، فاتسربت ليه بعض من الهالة والطاقة الشيطانية، وده اللي خلى التمثال يكتشفه.
لحد ما بتيجي فوكس وبتأمرهم كلهم بانهم يسيبوا لينك، وبتقول لهم ان انتوا بتسرعوا جدا في اتخاذ القرارات من قبل ما تفهموا اي حاجه او تسمعوا من الشخص اللي قدامكم. فبقول لها رئيس الحرس، وانت مين انت وايه علاقتك بالموضوع؟ فبتقوم فوكس ماسكه في ايد لينك وبتعرفهم انها الحارسه الشخصيه بتاعت لينك. والكلام ده اللي بيخلي كل الموجودين مصدومين، لان معنى ان شخص بيمتلك حارس فهو اكيد من طائفه قويه ومشهوره جدا. وبتستغل هنا فوكس الفرصه دي وبتطلب من رئيس الحرس انه يشوف الرمز بتاع لينك جاي من انهي طائفه. فلما رئيس الحرس بيبص على الرمز اللي مع لينك ده، بيكتشف ان الرمز دوت من الطائفة الأسطورية الأولى الأقوى في العالم. وبتعرفه فوكسي ان الطائفة الأسطورية الأقوى في العالم طائفة الشياطين دمرتهم كلهم عن بكرة أبيهم، ولكن لينج الوحيد اللي قدر انه يهرب، وعشان كده هو الوارث الوحيد للطائفة الأسطورية الأقوى في العالم. وهنا كل الموجودين كانوا مصدومين ازاي الطائفة الأسطورية الأقوى في العالم قدرت الطائفة الشيطانية يهزموهم ويدمروهم. فبيتكلم الواد التخين وبيقول لهم بما ان ملوش اسم فاحنا هنسميه ابو العريف. وابو العريف بيصدمهم كلهم لما بيقول لهم ان انتوا مش فاهمين حاجة، وإن في البداية إن ممكن أي حد يعتقد إن تمت تسمية الطائفة الأسطورية الأقوى في العالم بهذا الاسم لأنهم فعلا الطائفة الأقوى في العالم، بس الكلام ده مش حقيقي، هما بس اللي سموا نفسهم كده، مش اسم على مسمى يعني. وبتعرفهم فوكسي عشان كده الرمز اللي كان مع لينك كان ملوث بالطاقة الشيطانية أثناء ما الطائفة الشيطانية بتدمر عائلة لينك. وبيتدخل هنا مساعد رئيس الحرس وبينصحه إنه ما يتخذش قرار متسرع ضد لينك. وفي النهاية بيوافق رئيس الحرس إن لينك وفوكسي يدخلوا أكاديمية شوتيان. وبنشوفهم بعد ما بيدخلوا فوكسي بتحاول إنها تهدي لينك وبتطمنه إن مفيش حد هيقدر يكتشفه لو اتصرف على طبيعته. فبيقرر لينج إنه يتصرف على طبيعته نظرا أصلا إنه كان في حياته السابقة إنسان مش شيطان. وبننتقل بعد كده لداخل أكاديمية شوتيان وبنشوف إن كل المقاتلين اللي مقدمين على دخول الأكاديمية متجمعين في ساحة الأكاديمية. وبنشوف إن فوق في شباك الأكاديمية بيراقبهم المعلم يالي، وبيدخل عليه معلم تاني اسمه هونج لونج وبيسأل المعلم يالي إيه رأيك في المقاتلين اللي مقدمين على دخول الأكاديمية السنة دي. فبيقول له المعلم يالي إن السنة دي العدد اللي مقدم على دخول الأكاديمية كبير نوعا ما، وكمان في طلاب كتير من عائلات مشهورة زي ديدي اللي من طائفة السيافين وشانكس اللي من طائفة الحبيب. والله زي ما سمعت كده صح، ده اسم طائفته وهتعرف ليه دلوقتي. وفعلا بنشوف شانكس بيروح لديدي وبيسألها ايه رأيها في انها تتجوزه ويبقوا جمعوا بين عائلتهم المشهورة. فبتبص له ديدي بحزم وبتقول له يلا يا دي امشي من هنا مش ناقصه وجع دماغ. فبيتحرك شانكس وبيسيبها ويمشي. بس بنشوف ان كل الموجودين مبهورين بديدي، وخاصة الشائعات اللي موجودة حواليها اللي بتقول انها بس اتعلمت الفنون القتالية من وهي عندها 12 سنة. بس بنلاحظ انها مغرورة ومتكبرة جدا في نفسها، وبتقول ان شكل مفيش حد قوي هنا. بس بنشوف ان اللي عامل جلبة ولفت انظار المعلم يالي وهونج لونج وطن العبيط لينك اللي كان بالغلط عمال يستعرض قدراته وقوته وصادم كل الموجودين من مقدار قوته الكبير. ما خلاص بقى فوكس قالت له اتصرف بطبيعتك. فبيقول للمعلم هونج لونج للمعلم يالي ان اكيد لينج بيمتلك الجسم المقاتل وعايز يتباهى بقوته قدام كل الموجودين. فبيقول للمعلم يالي ان الواد دوت متكبر جدا ومغرور بقوته وشكله منظر على الفاضي، وعشان كده من المستحيل انه يعدي من الاختبار الاول. وبنشوف المعلم يالي بيجري مره واحده وبينط من الشباك وبينادي على كل الموجودين في اثناء ما هو كان طاير في السماء. وهنا كل الموجودين كانوا مصدومين جدا لما شافوا طاير في السماء، وبيقولوا شكل المعلم ده قوي جدا. وبيبدأ المعلم يالي انه يكمل كلامه وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان هو هيكون مسؤول عن الاختبار الاول بتاعهم. بس بنشوف هنا ان لينج بدأ انه ياخد باله من حاجة وبدأ انه يبص للمعلم يالي بكل تركيز وبدأ انه يشغل دماغه، يعني خلاص كده لينج راح في داهية. وبياخد باله المعلم يالي ان لينج بيبص له بطريقة غريبة وبيسأله بيقول له هو في إيه يا ابني انت بتبص لي كده ليه. ولينج كان في الاول متردد انه يقول ولا ما يقولش، بس انتهى بيه الحل وهو بيسأل المعلم يالي وبيقول له انت ليه ايها المعلم يالي مربوط في ظهرك حبل رفيع جدا كده. وده اللي بيخلي كل الموجودين يكتشفوا ان المعلم يالي ما كانش طاير اصلا انما بس كان مربوط بخيط مش باين. وبنشوف المعلم يالي هو بينزل قدام لينك ولسه راح يهزه ويقول له يبقى وريني بقى نتائجك في الاختبارات، ولكنه ما بيكملش كلامه لان في حد بيسحب الخيط بسرعه. وده اللي بيخليه يتعصب جدا لانه كان طالب من الشخص اللي كان بيشد الحبل انه ما يشدش الحبل في اثناء تكلمه مع احد الطلاب. وكل ده اثناء ما ديدا عماله تقول في نفسها ازاي اكاديميه مشهوره زي شوتيان المعلمين اللي فيها مش بيقدروا يطيروا. وبيقول للمعلم هونج لونج بما ان لينج احرج المعلم يالي قدام الطلاب كلهم فده هيخلي المعلم يالي يحط لينج في دماغه ويحاول قدر المستطاع انه يخليه يفشل ويسيب الاكاديميه. وبنتفاجئ كلنا لما بنشوف المعلم يالي بيقطع القميص بتاعه وبقول لهم كلهم ان احنا خلاص هنبدا الاختبار حالا. وبيكون لينج هنا مستغرب هو ليه المعلم يالي قطع القميص بتاعه، ما كان ممكن يبدا الاختبار من غير ما يورينا عضلاته ولا يا فشخره يعني. وبنشوف ان ابو نضاره دوت بياخد باله من حاجه وبيسال ابو العريف لو كان اللي شايفه ده بجد. وبيعرفنا هنا ابو العريف ان المعلم يالي بيمتلك جسم الرمل الاسطوري، وبيفهمنا ان جسم الرمل الاسطوري ده ما بيقدرش انه يستخدم التعويذات السحريه او الطاقه الداخليه او حتى المهارات القتاليه، ولكن ميزة جسم الرمل ده ان لو حد ضربه بيقدر يحول الضربه ديت لطاقه سحريه وداخليه. يعني بمعنى اخر كل ما كان العدو قدام المعلم يالي اقوى فبالتالي الطاقه اللي يمتصها اقوى وقوه ضرباته اللي هيردها على العدو اقوى.
ولما المعلم يلي بيسمع كل المدح ده بيبدأ انه يبرز في عضلاته عشان يتفاخر قدامه. خلاص يا عم هتنفجر. وبقاطع كلامهم وبقول لهم ان كل واحد فيهم هيوجه له ضربه، وهيحكم عليهم هم نجحوا في الاختبار او فشلوا على حسب قوه الضربه اللي هيوجهوها له. بما ان المعلم يلي متغاظ من لينك لانه احرجه من شويه قدام الطلاب كلهم، فبيندى عليه وبيعرفه ان هو اول واحد هيبدا واستعد عشان توجه لي لكن. فبيقرب منه لينج وبيعرفه انه استعد كويس جدا لانه فضل يتدرب على جسمه الالاف السنين، وبالتالي ضربته هتبقى قويه شويه. والكلام دوت بيخلي المعلم يلي يضحك ضحكه سمجه زيه، وبيعرف لينك ان اقوى المعلمين في الاكاديميه اقوى ضرباتهم ما تقدرش انها تاثر فيه، وعشان كده مستحيل طفل زيك انه يأذيني. فبيتفاجئ لما لينج بيقطع ضربه قويه في وشه بتدشمله حرفيا، ومن قوه الضربه دي بيطير المعلم يلي من قدامه وبيكسر كل جدران الاكاديميه. وكل ده اثناء صدمه الجميع من قوه لينج الاسطوريه. والمعلم هونج لونج اللي بيقول هو ايه اللي حصل دلوقتي ده يا اخي؟ ده لدرجه ان في واحد كان معدي من قدام الاكاديميه رايح يزرع الارض بتاعته، بيبص لينج وهو مصدوم من قوه ضربته، وبيكون لينج خايف ومرعوب وبيقول ان اكيد المعلم يلي شكله مات. بس مش دي المشكله، المشكله انهم ممكن يسجنوني دلوقتي على اللي عملته في المعلم والاكاديميه. ما انا قلت له انه استعد. وبنرجع نشوف المعلم يلي اللي كان مرمي في حطام الانفجار ومغمى عليه بسبب قوه ضربه لينج ليه. وبص لينج للطلبه الموجودين وراه وبيسالهم يعني انا دلوقتي كده نجحت في الاختبار ولا فشلت فيه؟ بس كلهم بيحاولوا انهم يبتعدوا عنه ويتجنبوه لانهم خافوا من قوته. وبنشوف ان فوكس بتوصل للمكان وبتبص ناحيه لينج، وبتلاقي ان كل الانظار عليه ومستغربين من قوته الكبيره. ويبدأ كل الطلاب هم مستغربين يسألوا أبو العريف ليه ضربة لينج أثرت في المعلم يلي؟ مش انت لسه قايل لنا انه بيمتلك الجسم الرملي ومفيش أي ضربة بتأثر فيه؟ فاشمعنى ضربة لينج؟ انت بتكدب علينا ولا ايه يا دنت؟ فبيرد عليهم وهو متوتر انه ما كدبش عليهم والله، وعمره ما شاف حاجة زي دي قبل كده. وكل ده في أثناء ما ديدي بتبص على بطلنا لينج وبتقول في نفسها إن الشاب ده لسه بيخفي قوته الحقيقية. وبنشوف المعلم هونج لونج بيتجه ناحية المعلم يلي وبيقول في نفسه إن ضربة لينج كانت قوية جدا لدرجة إن المعلم يلي بجلة قدره ما قدرش يستحملها رغم من إنه بيمتلك الجسم الرملي. وأثناء كلامه بيفوق المعلم يلي وبنشوفه بيقوم من على الأرض بسرعة وبيتجه ناحية بطلنا لينج وهو مليء بالغضب، وبيزعق له وبيصرخ عليه بأعلى صوته وبيقول للينج إنه هجم عليه من غير ما يستعد، وكمان غير إنك المفروض كنت تهجم عليا ببطني مش في وشي. وكلنا طبعا عارفين إن كل ده كلام فاضي لأن أصلا لينج حذره قبل ما يضربه، وهو بس بيحاول يحافظ على الباقي من كرامته قدام الطلاب. ولكن المفاجأة إن إحنا بنشوف فعلا إن خطته نجحت، وكل الطلاب بقوا معتقدين إن السبب في الضربة القوية ديت إن لينج هجم على المعلم من غير ما يستعد، وده اللي خلى المعلم يلي ما يقدرش إنه يجهز قوته عشان يصد ضربة لينج وكده. المهم بيكمل المعلم يلي كلامه لينج وبيقول له إنه لو هاجم عليه مرة تانية من غير ما يستعد فهو هيعاقبه جدا لدرجة إنه هيخرجه من الأكاديمية. وبنشوف بعد كده المعلم يلي وهو بيبدأ إنه يفعل قوة جسم الرمل الحديدي، وهنا بيتكلم أبو العريف وبيعرف كل الطلاب اللي بيكونوا متحمسين إن خلاص كده الاختبار بدأ. طالما المعلم يلي فعل قوة الجسد الرملي فكده هو مستعد إنه يصد أي ضربة تتوجه له ويحولها لطاقة داخلية عشان يحدد مقدار قوة الشخص اللي قدامه، وممكن كمان يردها ليه تاني. وبيبدأ المعلم يلي إنه يتجه ناحية بطلنا لينج وهو مبسوط ومفشخر من مدح الطلاب ليه ومبسوط من نفسه جدا، وبقول للينك ان انت دلوقتي حتى لو استخدمت كل قوتك مش هتقدر انك تخدشنا حتى خدش صغير، فهات اللي عندك. بس بيتعادل المشهد تاني يا صاحبي لاننا بنشوف بطلنا لينج بيقاطع كلامه بضربة قوية جدا في بطنه. بس بنشوف المعلم يلي المرة دي بعد ما خد ضربة لينج ما اتحركش من مكانه واقف بكل فخامة، او ده اللي كنا فاهمينه، وكل الطلاب شايفهم منبهرة بيه. وكل دوت على عكس المعلم هونج لونج اللي شايف حاجة تانية خالص، وخد باله ان المعلم يلي اغمى عليه من كتر الضربة بس لسه صامد وواقف عشان يحافظ على اللي باقي من كرامته. وبيبدأ المعلم هونج لونج انه يتدخل بسرعة عشان محدش يلاحظ ان المعلم يلي فقد وعيه وما يتحركش اكتر من كده. وبيقول المعلم هونج لونج لكل الطلاب الموجودين انهم يعتبروا نفسهم خلاص ناجحين في الاختبار ومحدش فيهم سقط، وده لان بس اداء لينج عجبهم. وطبعا كل الطلاب بيكونوا فرحانين ومبسوطين لانهم خلاص عدوا في الاختبار بدون اي مجهود. وطبعا بيكون بطلنا لينج خد باله ان المعلم يلي اغمى عليه، وبنشوف ان شانكس بيجي من ورا لينج وبيقول له انه ما كانش متوقع ان في حد اقوى منه هنا في المكان. وبيبدا انه يعرف نفسه لينج وبيقول له ان هو يبقى شانكس من طائفه الحبيب وحلم حياته انه يتجوز. مش محتاج تقول يا حبيبي، الأكاديمية كلها واخدة بالها والله. وبنشوفه بيقرب من لينك وبيقول له إن هو خلاص من النهاردة بيعتبر إن هو أخوه. وبنشوفه أبو العريف هو كمان هو بيستغل الفرصة دي وبيقول للينك إنه يعتبر هو كمان من النهاردة أخوه الصغير، وبيعرفه إن هو من طائفة جمع المعلومات عشان كده لو احتاج أي معلومات عن أي حاجة فكل اللي عليه بس إنه يطلب منه وهو يعرف كل اللي هو عايزه. ولما بيركز لينج مع أبو العريف بيلاحظ إنه شبهه لما كان تخين في العالم التاني. تصدق فعلا ده تحسه هو. وبيسأله أبو العريف هو من أنهي طائفة أو أي قبيلة وهل دخل مدرسة مقاتلين قبل كده، فبيرد عليه لينج وهو متوتر جدا إنه لأ، أنا اللي ضربت نفسي بنفسي.
لحد ما بتيجي ديدي وبتتجه ناحية بطلنا لينك وبتقول له إن من الواضح كده إنه متكبر جدا وهدفه الأول والأخير إنه يحاول يلفت النظر ليه، وبتقول له إن مع الوقت هتكشف له مين فيهم الأقوى، وبتسيبه وبتغادر المكان في أثناء ما كان بطلنا لينج مش فاهم أي حاجة ولا عارف هو عمل إيه للبت دي. وفي الأثناء دي كلها بنشوف إنه واقف وسط الطلاب شخص مقنع ساكت وعمال يجمع معلومات عنهم كلهم وشكله وراه سر كبير. وبيظهر في الوقت ده المعلم هونج لونج وبيقول لهم إنهم ما يستعجلوش في الاحتفال، وبيدوس من ورا ظهره على زرار التحكم في المكان اللي بيسجن كل الطلاب الموجودين في الاختبار التاني. وبنشوف ان داخل السجن ظهر وسط الطلاب روبوتات قويه جدا، وبيقول لهم المعلم هونج لونج وعينه مليئه بالشر ان هو المسؤول عن الاختبار التاني ليهم. فيا ترى يا صاحبي إيه هو طبيعة الاختبار التاني اللي مجهزه المعلم هونج لونج لطلاب الأكاديمية، وإيه هو هيكون مصير بطلنا في النهاية؟ هل هيقدر فعلا إنه يزود طاقته ويحصل على طاقة داخلية عشان ينقذ عيلته؟ وقصة دمار العالم اللي بيحذر منها فوكسي وأمرها إنها تزود تدريب لينك وتزود طاقته بسرعة عشان هو الوحيد اللي هيكون قادر على إنقاذه. وكل ده يا صاحبي هنعرفه في الجزء الجديد من حكايتنا. ما تنساش تقدر تعبنا ومجهودنا بلايك وتنورنا باشتراك في القناة. بحبكم في الله، سلام.